السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هناخد جولة على البحر في كليوباترا. طبعا انا طلعت من سوق كليوباترا بقى والتراب وكده متضايقة شوية، فقلت اقعد على البحر، اقعد لوحدي. لا تعالوا اوريكم البحر النهاردة والجو والطقس في اسكندرية عامل ازاي، ونغير مود شوية، ناخد شوية طاقة البحر. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. هنصور البحر والامواج والطريق والمواصلات، جولة من جولاتنا على كورنيش اسكندرية. يعني تعتبر اول جولة في دخلة الصيف، يعني احنا في الربيع، في تقلبات جوية، لكن عامة بنقول احنا داخل علينا الصيف. طبعا احنا صورنا من كام يوم فاتوا تحت في الشاطبي وفي كامب شيزار، كان سوء الاحوال الجوية في اسكندرية والمنخفض اللي اسكندرية تعرضت له، وعلى مستوى الجمهورية كمان مش اسكندرية بس. تعالوا بقى شوفوا الطقس بقى عامل ازاي. الطقس حلو جدا، الشمس طالعة، البحر شكله والموج. يلا بينا. قبل ما ندخل ونخش على البحر، ده كده كورنيش اسكندرية، منطقة كليوباترا على البحر. ادي الاتوبيس السياحي نركبوه من هنا يوديكوا لغاية الأنفوشي، أو تركبوه وهو رايح من الناحية التانية بيوصل لغاية المنتزه. تمام، يلا بينا. كمان في حنطور اهو لو عايزين جولة بالحنطور. مواصلات المشاريع، لكن زي ما قلت لكم اسكندرية زحمة النهاردة، أول يوم في إيقاف ترام الرمل. تمام، هندخل بقى جوه ونشوف الموج والبحر ونغير الجو كده مع بعض. يلا بينا. كليوباترا على البحر، نقعد كده في البراجولات، نقعد على الكورنيش. البراجولات خلاص بقت للناس اللي ما عندهاش مأوى. والله العظيم حاجة غريبة جدا، ربنا معاهم، بس ما ينفعش. شوفوا لهم مأوى قبل الكلاب. ادي عمارات اسكندريه اللي يتم تطوير طبعا الكورنيش هنا، العمارات ترميمها. ممكن تيجوا تقعدوا كده، تاخدوا كراسي. وحش؟ لا حلو، انا بيعجبني الكراسي كده عشان الناس تيجي تقعد، الناس ما تقعدش على الارض. تمام، او تقعد على الكورنيش. عايزين يقربوا على البحر بياخدوا الكراسي كده، دي بيأجروها. مش عارفه كان ب15، زمان كان ب20. بقالي فتره ما جيتش اقعد يعني. تعالوا كده شوفوا شكل البحر هنا. ريحه البحر قعدتني، ثبتتني زي ما بيقولوا. ريحه اليود عاليه قوي، جميله، اللي بتميز ريحه بحر اسكندريه. بصوا على اول صخره هنا هنقف، بس احنا فوق في العالي. استمتعوا معايا بقى. طبعا في حركه للامواج لان في شويه ريح كده، زي ما صورنا البحر من كام يوم كان هادي خالص. سبحان الله. ادي الناس كلها قاعده اهو، الشمس طالعه. قدامنا سيدي جابر، طبعا كافيهات سيدي جابر دي ذوق. ولا سيدي جابر ورانا؟ والله ما عارفه، انا تهت وانا واقفه. دماغي لما بتضايق دماغي بتقف. سيدي جابر. تمام، يلا بينا نشوف البحر واحنا ماشيين كده مع بعض. افسحكم. الصيادين طبعا قاعدين، ربنا يرزقهم. الصيد ما بقاش شويه، في ناس بقى اكل عيش هتيجي تصطاد كده، وبيعملوا صفحات على النت بيبيعوا السمك اللي مطلعينه من البحر يوم بيوم. تعال. طب الجو هيستقر على كده؟ الجو مش هيستقر الا بعد شم النسيم، كمان 10 ايام ان شاء الله مفروض يعني في الطبيعي، لكن مع تغيرات المناخ مش عارفين ايه اللي هيحصل. الشماعة بتاعتنا بقت تغيرات المناخ للأسف. استمتعوا بالموج. بحر عالي يا جماعة.
بحر عالي. تعالوا كده بصوا قدام. تعالوا كده عشان الناس بتتصور. بس قدام كده البحر عالي جدا. طبعا اللي في الادوار العاليه بيحس بالهواء يعني الشديد ده، الشبابيك بتاع، وادي التليفون كمان. الله، شايفين؟ يلا اللي بيحب الامواج العاليه يدوس لايك. واو، تعالى يا قلبي، وحشني والله. الله على ريحه البحر. الناس بقى اللي مش من مصر يقولك هو ايه ريحه البحر عندكم؟ يعني ايه ريحه البحر؟ ريحه اليود يا جماعه في اسكندريه بيبقى غير اي محافظه تانية. تمام، ريحه اليود هنا عاليه فبيدي ريحه للبحر. هنا لما بروح مطروح البحر ملوش ريحه. تمام، غير في حته معينه كده بس فيها صخور، لكن هوا اسكندريه له ريحه. لكن طبعا بحر مطروح احلى كلون وكنقاء ورمله وكل حاجه، ده حقيقه. بصوا الموج جوه عامل ازاي. في ارتفاع للامواج زي ما احنا شايفين. طبعا هتقولي عشان المكان ده صخور ومفتوح، طبعا المكان ده بيبقى فيه حاله البحر اعلى دايما، لكن احنا صورنا طبعا في الشاطئ صخور زي دي واكتر، وكان البحر هادي وراسي خالص، يعني كان زي ما بيقولوا البحر حصيره في عز النوة اللي عدت دي. لكن النهارده في ارتفاع اهو للامواج، لكن الجو تحفه تحفه. الناس كلها قاعده. ايه ده في عجل كمان هناك اهو. ايوه صح، كنا بنيجوا بالليل في الصيف يبقى في عجل وفي حاجات بتاعت الاطفال. فيديو النهارده مفيش حاجه غير الموج. واو ان شاء الله. استنوا هتيجي واحده تانية. شايفين؟ تحفه. نعمه اسكندريه دي، ربنا يديمها علينا يا رب. ربنا يديمها علينا نعمه يا رب، تبقى احسن واحسن ان شاء الله. طبعا بقى مش عارفه انزل لكم الفيديو ده النهارده ولا بكره، لان عندنا فيديو تاني بتاع الترام وسوق زنانيري. احنا النهارده معاكم الجولات بتاعتنا في منطقه كيلوباترا. كيلوباترا من المناطق الجميله جدا جدا في اسكندريه اهو. فندق كيلوباترا قدامنا، وكده الشارع ده اللي بندخل منه على سوق زنانيري. في النفق طبعا بنعدي النفق. شايفين الجمال؟ نفس عميق. تعالوا يا جماعه اقعدوا. الناس هتقول لي نفسنا ننزل، ما بقاش قادرين ننزل، عايزين. والله لو نزلتوا هتبقوا احسن. انا قعده البيت تعبتني، النزول افضل بكتير بكتير. تقعدوا كده قدام البحر بس، ما تعملوش حاجه تانية. تعالوا كده. الناس كلها واقفه بتاخد نفس، ناس بتاكل عيش. حالنا جميعا، ربنا يرزق الجميع يا رب. وادي البحر. دلوقتي احنا طبعا بعد صلاة العصر. الله، لا الموجة عالية يا جماعة، في فيات في البحر. لكن لا في تراب ولا في امطار ولا في اي حاجة، جو ربيعي عادي جدا، وصاحبه بس ارتفاع للامواج وحركة للرياح. تمام اهو. بصوا الموج طالع كان لغاية فين. طبعا زي ما احنا عارفين بعد العصر الطقس بيتغير، يعني ممكن يبقى اعلى وممكن يبقى اقل. طبعا كان لنا حبايبنا كتير جدا جايين
اسكندريه ياخدوا بقى وقت الربيع ده فسحه، لكن بسبب الاغلاق بقى والساعه 9 بالليل ده كلموني اجلوا الكلام ده لما يشوفوا موضوع الاغلاق ده هيوصل لغايه فين. كذا حد من دول عربيه ومن المانيا يعني جنسيات عربيه. تمام، احنا بنقول لكم الطقس اهو، بنقول لكم الاخبار ان الاغلاق شغال، ومش متاكدين من موضوع الاسبوع بتاع الاعياد ده. اعتقد لا، هيبقى برضو في اغلاق، بس هتبقى يعني مثلا بدل 9 يبقى ل 11 كده. ده اللي سمعته يعني من بعض الزملاء. هنتابع مع بعض لو في اي تغيير. وادي كيلوباترا، تلاقوا بتوع الفريسكا، بتوع الترمس، بتوع البطاطا، بتوع الذره، كله شغال يا جماعه زي الصيف بالظبط. الناس بتستغرب تقول لي في الشتاء مصورين والبحر فارش شماسي. شواطئ اسكندريه بتفرش شماسي صيف شتاء غير مطروح. تمام، نتمنى مطروح كمان تبقى كده، بس عشان بيبقاش عليهم يعني ضغط زي اسكندريه صيف شتاء. ادي كليوباترا اهي. لو حد عايز يجي المكان ده من اي مكان على البحر اركب قول له نزلني عند نفق كليوباترا او عند فندق كليوباترا. اللي عايز يستمتع بشكل الامواج دي وتصور معاها، ايه ده؟ بيحصل، الناس بتيجي تصور مع الامواج مخصوص اسكندريه هنا. بس كده الفيديو بتاعنا قصير مكير. انا حبيت اغير جو وحبيت اخدكم معايا من بعد بقى الاسواق والترام والمشاريع والكلام ده، نشوف احلى حاجه في اسكندريه. احلى حاجه في اسكندريه ربنا يديم علينا نعمه ويسيبوا لنا البحر. شكرا يا حبايب قلبي، تسلموني يا رب، وكل دعواتكم وتعليقاتكم توصلني ولكم بالمثل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.